تعالوا نعمل مع بعض احلى بولات كنافة بالكريمة. اول حاجة هنحضرها هي شربات الكنافة. شربات الكنافة بيكون تقيل زي شربات القطايف والجلاش. بنحط كوباية من المية على كوباية من السكر وعصير نص ليمونة، وبقلبهم كويس على البارد. بعد كده برفعهم على النار وبشيل اي حاجة كده على الوش، وبيغلوا لمدة 7 دقايق، وبيكون الشربات جاهز معانا. طبعا وهو سخن بيكون شكله خفيف، بس لما بيبرد بيبقى قوامه تقيل. بعد كده بقى بنحضر الكنافة. نص كيلو من الكنافة عليه نص كوباية من السمنة، والسمنة بتكون سايحة، وببتدي ان انا اغلف الكنافة كويس قوي بالسمنة. لازم الخطوة دي تدوها وقتها، والكنافة كلها تتغلف بالسمنة كويس جدا. بعد كده بقى هبتدي ان انا احمر الكنافة. هحط نص الكمية، حمرها على مرتين يعني عشان كلها تاخد نفس اللون. طبعا هحمرها على نار هادية عشان ما تتلسعش مني، ويبقى لونها كلها واحد. اول ما تاخد اللون الذهبي بخرجها في طبق تاني، وبنضف الصينية كويس جدا بمنديل من اي كنافة متحمرة فيه قبل ما احط الجزء التاني، علشان الكنافة اللي اتحمرت في الاول دي هتتلسع معاكم وهتبقى شكلها وحش قوي وطعمها كمان. فلازم تنضفوها كويس قوي قبل ما تحمروا الجزء التاني. بعد كده بقى حطيت الشربات على الكنافة، ودي طبعا حاجة حسب الرغبة، تقدروا تقللوا او تزودوا زي ما انتوا عايزين. انا كان عندي كريمة حلويات، كريمة خفق يعني، دي احلى حاجة ممكن تديكوا طعم. ممكن تستبدلوها بكريم شانتيه او باي كريمة لباني، كريمة لباني بودرة زي ما تحبوا. بس يعني بالنسبة لي انا هي دي اكتر حاجة تديني طعم حلو. وممكن تستخدموا كمان اي نوع فاكهة بتحبوه، مانجا، فراولة، كيوي. بس انا استكفيت بالكنافة والكريمة. ابتدي بقى ان انا احط الكنافة دي في اي كيس مطبخ، كيس تلاجة، اكياس حلواني. المهم يعني اي حاجة تقضي معانا الغرض. وهنبتدي بقى ان احنا نحط طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة. انا حبيت ان انا اساوي كده الاطراف علشان في التقديم تكون شكلها حلو. بعد كده بقى بعد ما سويت الاطراف هحط عليها الكريمة. في الخطوة دي بقى ممكن تحطوا فاكهة، ممكن تحطوا مكسرات، ممكن تحطوا اي صوص انت بتحبوه. بس انا بالنسبة لي كده كان كفاية. بحب اساوي كده الاطراف من الحروف، بساوي الحروف يعني عشان الشكل في النهاية يكون كويس. بعد كده بقى بحط طبقة تانية من الكنافة، وبرضو بساوي الاطراف بتاعتها، وبعدين بحط اخر طبقة من الكريمة.
بس كده، وزينوا باي مكسرات او فاكهة او سيبوها كده، هي طعمها كده حلو قوي. ما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا لي عجبتكم ولا لا، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد.